بصحتك سميرة التفويجة وبصحتك المسارية وتستاهلي ماشي غير صاك ديال 6 المليون تستاهلي كتر من 6 المليون لأن الصراحة الذهب كيوزن الذهب. كنشوفوا أن سميرة المرأة المناضلة المكافحة على 4 ديال الوليدات أيه، وما بقاش عاجبهم الحال علاش ندافعوا عليك سميرة. أيه خصنا ما ندافعوش عليك، ما ندافعوش على 4 الوليدات، لا خصنا نهاجموك انتي ونهاجموا 4 الوليدات ونقولوا عليك انتي خايبة، ونقولوا عليك ما تسوايش، ونقولوا عليك كديري الفلتر، وخصنا نقولوا عليك بانك انتيا سامحه في ولادك ومشيتي تسراي وخليتيهم، وخصنا نقولوا لك بانك انتي خصك تهزي ولادك وتديهم لباهم وتحطيهم له وتقولي له ها ولادك اللي صغار جاو يقلبوا عليك، ها ولادك اللي صغار جاو يفتشوا على باهم ويديروا معاه صله الرحم. ها خصنا اشنو خصنا نقولوا لك؟ ما خصناش نقولوا الاب 4 ديال الوليدات قلب في وليداتكم ودير معاهم صله الرحم باش تلقى دوك الوليدات نهار يكبروا، الا خصنا نجيو ضدك. ايوا منين ما جيناش ضدك ولينا كنتهددوا ولينا كنتضربوا في القنوات ديالنا ولينا كنتسينيالاو، ولكن معليش ماشي مشكل، على كلمه الحق اخوتي العزاز ماشي مشكل. اللي بغيتيها اب 4 الوليدات مرحبا، سينياليتينا طيرتينا القنوات، ها حنا درنا قنوات اخرين. ايوا كنتمنى انك تكون شجاع وانك تقبل الانتقاد بصدر رحب، لانك انت كتنشر حياتك على السوشيال ميديا. واش هذاك محتوى اللي كتنشر المتابعين ديال مراتك راكبه على الحمار بديك الطريقه، مراتك كتكلاشي مراتك بديك الطريقه وتقول البغله الله يصبرك؟ واش كاين شي مراه طبيعيه كتهضر مع الحمير والمشوش والبغال؟ ايوا خصنا دابا حنا نشجعوك على هذا الشيء ونطبلوا لك ونغيطوا لك باش يعجبك الحال، باش ما تهددناش، باش ما تضربناش القنوات ديالنا. ايوا واش نقول لك؟ اللي كيتعامل بهذه الطريقه غير اللي كيكون ما تايقش في نفسه، اما اللي تايق في نفسه وعارف راسو اش كيدير ويعني عارف راسو بلي ما غلطش ما كيهاجمش القنوات بديك الطريقه ديال السينيال. نبلغ بواحد القناه باش تسد ديك القناه، شحال قدك تسد؟ راه القنوات بزاف، وبالعكس هاد القنوات هادو هما اللي مطلعين لك القناه ديالك. راه نهار اللي ما كيهضركش المنتقدين عليك ما كيطلعولكش الفيديوهات، جرب وشوف. المهم خوتي العزاز نعطي التحيه ونكمل الفيديو لان شفنا واحد الفيديو رائع مع سميره في المستوى. تحيه لكم كبيره، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. خوتي العزاز لايك ديالكم وتعليقاتكم ولا يخطيكم يا احلى واغلى متابعين، وشكرا لكم على المسانده والدعم ديالكم والتشجيعات، ومرحبا بالناس اللي انضمت الجديده. خوت العزاز وقفوا مع الحق كما كنوقفوا مع حتى حنا الحق، واللي ما مابونيش في هذه القناه، انا القناه الاولى طارت والقناه الجوجه طارت، طير لي 2 قنوات وهو قر، هو قر في الفيديو. انا كنت كنخرج وكنناشد وكنقول لكم راه طير لي 2 قنوات، ولكن لا حياه لمن تنادي. انا درت الثالثه وهاني خدامه عليها وما بغاش تكمل لي 1000 ابوني، ولكن معليش مع كلمه الحق باش نساندو دوك الوليدات وباش نوقفوا مع دوك الوليدات ونوقفوا مع سميره ووليداتها ب4 ماشي مشكل، حنا صابرين. تمشي قناه وتجي قناه، ولكن كنبقاو نشوفوا واحد السيد اللي هو ما تايقش في راسو كيخرج يهاجم القنوات ويصيني عليهم ويبلغ عليهم، ولو يكون الفيديو ديالي انا باينه بوجهي فيه يمشي يبلغ عليه. وما كنقول ما كنقولش شي كلمه العيب، ما كنسب، ما كنقذف، ما نضرب في اعراض، ما حتى شي حاجه. الحمد لله كنتقدوا انتقاد بناء، كنتقدوا داكشي اللي كيتنشر عبر السوشيال ميديا، ما كنجيبوا حتى حاجه من عندنا. والحمد لله راه بزاف د القنوات مليونيه كيتنتقدوا، ومنهم قناه علي وصال، قناه ولاد عمو. وراكم شفتوا خوتي العزاز واش ولاد عمو عمرهم ضربوا شي قناه ولا هاجموها؟ بالعكس، بالعكس هذاك راه دعم ليهم باش تخرج قناه وتخدم عليك وتطلع عليك فيديوهات. راه يعني راه كيدعموه، ولو ان كاين قناه اللي كتضرب في ولاد محلمه ليل ونهار كتضربهم، يعني غير بالكلام القبيح وغير السب والقذف، ولكن ما كيضربوهمش، يعني ما كيضربوهمش القنوات ولا يتهجمونهم على القنوات ولا يمشيو يديروا بهم شكايات كيف ما كيخرج هذا السيد هذا صاعر. ولكن شنقول لك، احنا ما غاديش نديو عليك. علاش؟ لان انت ماشي كلامك هذا والناس ناغزينك، وانت قلتي بان الناس كيقولوا لك في الخاص وكيجيو عندك وكيامروك. اوه، وحتى المفتينه اللي فرقاتك على وليداتك ودارك الفتنه ما بينك وبين وليداتك حتى هي براسها قالت لك خصك تحرك، خصك دير، خصك تفعل.
وهي براسها داعمه قنوات اللي كيخرجوا يضربوا في سميره، يسبوها ويقذفوها. وداك الاخ ديالك اللي انت مشجعه وكتقول له برافو، زيد ضرب في الام ديال ولادي، وزيد ضرب في الاطفال ديالي. وحنا شفنا داك النهار اشراق اخوتي العزاز اللي خرجته مرات ميساجات الاب ديالها، واللي قالت له، اللي قالت لها ماما، ماشي قالت له هو، قالت لها ماما شنو غتقولي للناس اللي كيخرجوا يضربوا فيك ويسبوا فيك، شنو غتقولي لهم؟ وهي راه هضرات ودوزات الميساج. وبالعكس سميره راه قليل فين كتجاوب فمها، راه شحال من مره كلاشيوها بالفم ديالهم، وشحال من مره كيدوزوا لها ميساجات وما كتجاوبش، وقليل فين كتجاوب. ومنين كتجاوب كيجلسوا عليها، ايوا لا ما تجاوبيش، ايوا لا نخليهم، ايوا ما تكلاشيش، ايوا كلاشيتي، ايوا درتي، ايوا فعلتي. المهم سميره عندها حق الرد، كيف ما حتى نتوما عندكم فمكم وكتهضروا، حتى هي راه عندها فمها وكتهضر. غير هي وكان مركزه على المحتوى ديالها، تبارك الله كتبارطاجي واحد المحتوى نقي، محتوى كنفتخروا به حنا مغاربه، محتوى اللي هو فلوقات كتبين واحد يعني واحد كتعطي واحد النظره على البلدان اللي مشات لهم، اللي تسارات فيهم، كتعطي فكره شحال هادي شحال هادي، بحال داك الخضره داك الخير تبارك الله اللي كتبارطاجي معنا. راه ما شاء الله، راه حنا كيعجبنا نتفرجوا في سميره، حنا كيعجبنا ندعموها، حنا كيعجبنا ندافعوا على 4 ديال الوليدات. ولو انك انت حاط خوك كيضرب فيهم ويسب فيهم ويقذف فيهم، بزاف د القنوات اللي كيضربوا. ايوا علاش سميره ما كتخرجش تقول القضيه الانسانيه لي القناه ديال اللي كان لوسي اخ الطليق ديالي راه كيضرب فيا ويسب فيا ويقذف في ولادي كيسمعوا، والدليل على هذا الشيء ان اشراق وخرجت وهضرت وقالت هذا الشيء هذا. علاش ما كتقول سميره هذا الشيء؟ بالعكس سميره منخله وعارفه بان السوشيال ميديا ما يمكنش هي كاينه كتنشر حياتها على السوشيال ميديا والناس ما ينتقدوهاش، مخليه اللي بغى ينتقد ولا يجلس هو حر في حياته. ولكن انت ما كتقبلش الانتقاد. هاني شوفوني وغادي نبارطاجي داك الشيء اللي بغيت وما غنقلع من المونتاج والو، ولكن الا انتقدتوني غندير لكم وغنفعل لكم وغنخرج بتهديدات وما غنسكتش على هذا الشيء. علاه داك الفيديو اللي كتقول حقه ما حقه الزوجه ديالي كيضربوا لها في الاعراض ديالها حيتاش كتعامل الاب ديالي بحال الاب ديالها. حنا كنعرفوا ان العروسه والشيخ ديالها ملي كيكونوا في دار وحده ولا كيكونوا كيتعاملوا في شي حاجه ما كيتعاملوش بداك التصرف وديك الضحكه اللي دايره فوق حاشاكم الحمار وديك الغوته ويعني وشاده فيه بديك الطريقه، وانت براسك مونطيتيه وحطيتيه لعباد الله يتفرجوا فيه. منين يجيو الناس ينتقدوه؟ علاش ينتقدوه الناس؟ انتقدوها على ديك الضحكه وعلى ديك الحركات اللي كدير مع شيخه. حنا كنحشموا، حنا بنات الاصول وكنحشموا، ما بغيناش دوك الحركات يتبارطاجاو، فمن حقنا نعطيو الراي ديالنا. فانت كتقول بان هذيك المراه ديالك كتعتبر يعني الاب ديالك بحال الاب ديالها. لا، واش دايز لها في الشريعه في الاسلام؟ واش دايز لها للزواج ولا ما دايزلهاش؟ ولا المراه ملي كتكون دايزه للراجل في الزواج كتكون محرمه عليه، يعني حرام تقيس له في ظهره ولا في لحمه ولا حرام، لان حب الشهوات كاين اخوتي العزاز. المهم اخوتي العزاز، هذا كان الفيديو ديالي، هذا ميساجي ليك. انا كنتقدك انتقاد بناء وما كنسبوك ما كنقذفوك ما كنضربوك في اعراض. حنا كنقولوا لك الحركات اللي هي ماشي مزيانه والفيديو واللقطات القبيحه لا داعي انك تبارطاجيهم مع الناس، لان انت كتنشر واحد المحتوى ومؤثر وكتقول الناس عطيونا الراي ديالكم في هاد الحاجه اولا في هذه، ومن حق اي واحد يعطي الراي ديالو. المهم خوتي العزاز، هذا كان الفيديو ديالي، نقول لكم السلام عليكم، تلقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.